دي وصفة من ألذ وصفات الفراخ المشوية، تتبيلة مميزة وكمان سريعة. في بولة حطيت 4 فصوص من التوم المفروم وعليهم علبة زبادي صغيرة، معلقتين كبار من صلصة الطماطم، عصير ليمونة كبيرة، معلقتين كبار من الزيت ممكن زيت زيتون أو زيت عادي، معلقة كبيرة من الخل الأبيض ومعلقة كبيرة من العسل الأبيض، والتوابل ملح وفلفل أسود وبابريكا بصل باودر وتوم باودر وتوابل مشكلة أو توابل فراخ. ضفت كل التوابل دي وقلبت كويس مع بعض جدا وتأكدت إن كل حاجة اندمجت مع بعض لغاية ما توصل التتبيلة للشكل القوامي اللي انتوا شايفينه ده. أنا هنا استخدمت وراك، ممكن تستخدموا أي قطعة فراخ تفضلوها، اعملوا فيها فتحات علشان يدخل فيها التتبيلة وتتأكدوا إن اللحم من جوه كمان متبل مش من بره بس. صبيت خليط التتبيلة على كل قطع الفراخ ودلكتها كويس جدا وتأكدت إن كل التتبيلة وصلت لكل أجزاء الفراخ. ممكن تتساب في التتبيلة لغاية ليلة كاملة، لو مستعجلين دخلوها الفرن على طول، فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة ساعة ونص، وبعد كده افتحوا عليها الشواية لغاية ما تاخد اللون والكراست الخطير ده. قدموها مع مكرونة أو رز بسمتي وسلطة دقوس، وممكن كمان بعيش وسلطة وطحينة. ومن الخطوات اللي بتفرق بجد إن كل الصوص مع التتبيلة اللي نزل من الفراخ وهي في الفرن حطوه كده على وشها، بتدي طعم ولون بجد خطير. متأكدة انكم لو جربتوها هتعجبكم، استناكم تجربوها بطريقتي، ولو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوش اللايك والشير.